إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا يوما، هكذا تبدأ الآية الأخيرة التي نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آخر آية أنزلت هي هذه الآية، وموضعها في سورة البقرة، الآية 281 من سورة البقرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يمكن أن نحقق هذا المقصد، لا يمكن أن ننال هذه الغاية إلا بإعداد الزاد، وخير الزاد التقوى، بإعداد الزاد المعين لرحلة خالدة تنتظرنا جميعا بدايتها الموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فالرجوع إلى الله أمر حتمي لا بد أن يسبقه فرار إلى الله، كما في سورة الذاريات في الآية 50: ففروا إلى الله. لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالإعداد. بعد الإعداد يأتي الإمداد، فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. ولا يكون الإعداد إلا بجملة أمور. يذكر بعضنا بعضا، يذكر بعضنا بعضا. وقد قال ربنا في السورة نفسها، سورة الذاريات الآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يتحقق هذا الإعداد بالمحافظة على الإيمان، هذا الكنز الذي يرافقنا في هذه الدنيا، فتستقيم حياتنا. بالإيمان نستثمر الفرص المتاحة ونعمل على صناعة الفرص، فالحياة كلها فرص. المؤمن الذكي الفطن هو الذي يحسن الفرص المتاحة. نحن في رمضان، ربنا قال في أوائل الآية 184 من سورة البقرة: أياما معدودات. هكذا وصفها الله. فعلا كلنا يشعر بأثر هذا الوصف الجليل. أياما معدودات يعني ستمضي، وهي تمضي وتمضي سريعة. أياما معدودات. بعد ذلك في الآية التي تليها
الآية 185 جمع تلك الأيام فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذه الأيام المعدودات نجتهد في استثمارها، لأنها قد تتاح لنا فرصة أخرى في حياتنا لمن طال عمره، ولكن هناك من يودع هذه الحياة فلن يشهد تلك الأيام ولن يشهد ذلك الشهر. المؤمن الذكي هو الذي ينتبه إلى لحظة الوداع التي ستأتي يقينا متى لا ندري. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. إذن نقوم بالإعداد بمثل هذه الاستثمارات، ونحن في شهر الاستثمارات في الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. فإذا اجتهدنا في إعداد الأعمال الصالحة والطاعات والقربات لا ننسى عمارة الحياة، فنحن أمرنا أيضا باستثمار هذه الأيام تدريبا لاستثمار ما بقي في حياتنا من أيام. وقد صدق الحكيم الحسن البصري رحمه الله حينما قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. إذن فحياتنا أيام ستنتهي، متى تنتهي الله أدرى. لذلك لابد أن تنصرف جهودنا إلى عمارة الحياة، الإنتاج وبناء الوطن والمحافظة على الوطن، والزراعة والتجارة والصناعة، وتحصيل العلوم والمعارف بلا حدود. لا قناعة في العلم، والفرص متاحة لأولادنا لشبابنا لشاباتنا، الظروف متاحة للتحصيل العلمي بلا حدود بلا سدود، عملا بمقتضى قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. على أن تكون هذه القراءة وهذا العلم كل ذلك لابد أن يكون موصولا بالله، ليكون علما نافعا لمتعلمه ولغيره. لابد أن نحسن استثمار هذه الحياة في تحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك أفرادا وجماعات وأمما. أمة الإسلام التي اصطفاها الله عز وجل لتكون رائدة محتلة لمركز الصدارة، ولكن بالعمل، بالحضور الفعال، بالشهود الحضاري، كما تدل على ذلك الآية 143 من سورة البقرة، وهي في وسط السورة. وكذلك ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يمكن الأمة أن تحقق هذا الشهود الحضاري إلا بحضورها الفعال في جميع المجالات،
في المجال الاقتصادي، في مجال العمران، في المجال التكنولوجي، في جميع مجالات الحياة. بذلك تحقق هذه المرتبة السامقة التي تؤهلها للإدلاء بالشهادة على الناس، فهي أمة شاهدة على الناس، ولا يكون ذلك إلا بالعمل وبهذا الحضور الفعال. إذن نحن مطالبون بتحقيق هذا الحضور، بل نحن مطالبون بتحقيق البراءة. كلنا يحتاج إلى هذه البراءة التي ذكرها الله عز وجل في آخر ما أنزل، الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم وفقنا لاستثمار حياتنا، لاستثمار أيامنا في الطاعات والقربات والأعمال الصالحات والباقيات الصالحات. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ البشرية من كل بلاء ومن كل وباء. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا استووا واستقيموا يرحمكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.